السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لحضرة سيدنا النبي ولآل البيت، أن يرحم الله فقيدتنا وسائر موتانا أجمعين، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الفاتحة. بداية نتقدم لحضراتكم باسم محافظة الإسماعيلية والشرقية والبحيرة بخالص العزاء لآل من وأهل الكرام والاعتذار عن التأخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أمنا الراحل رحمة يتعجب منها أهل السماوات وأهل الأراضين، وأن يسكنها فراديس الجنان، وأن يجعلها برفقة سيد ولد عدنان وزوجاته في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في ليلة التكريم للأم الغالية الراحلة الكريمة حرم الغائب الحاضر حج السيد أبو حليبة رحمة الله عليه، أسأل الله أن يسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل هذه الليلة في قبورهم أسعد لياليهم، وهذه الساعة أفضل ساعاتهم. يا رب يمن لهم الكتاب ويسر لهم الحساب، واجعل هذه الليلة وثوابها وبركتها ونورها وما يتلى فيها من الآيات والذكر الحكيم هدية مباركة واصلة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، ثم إلى أرواحهم وسائر موتانا أجمعين. شارك سيادة المستشار مصطفى أبو حليبة وأشقائه الكرام الأستاذ ضياء والأستاذ محمد والأستاذ حامد، وكذلك نشارك الحج صلاح خلف والعائلة الكريمة والحج حسن خلف، وكذلك فضيلة الشيخ مهدي خلف، في مقام قرآني تحفه ملائكة الحق جل وعلا. نسأل الله أن يسكنها فسيح جناته. يحضرنا أعلام دولة التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، عمالقة دولة التلاوة وفرسانها الذين يشرفون مصر أمام العالم بأكمله. هنا على أرض مصرع الرجال والقادة والزعماء والأبطال، أدعو فضيلة القارئ العالمي الشيخ محمود القزاز على اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية بحضور فضيلة القارئ الدكتور محمود عبد الباسط الحسيني على اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، فليتفضل قارئنا القزاز مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله. ويفتح عليك. والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة.
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في
تخفوه يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فيغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
بيقدمه عامل مع ان التقديم ما كانش يعني بس قدم في هرم مصر غني على التعريف. هنا يحفظها. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله عليك يا عم الشيخ محمود يرضى عليك. كل آمن بالله يا سلام. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا سيدنا الله يفتح عليك ويحافظ عليك. لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت لها ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا الله يشرح صدرك يفتح عليك يا سيدنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت لها ما كسبت وعليها
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا بسم الله الرحمن الرحيم
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو يبارك لك يا مولانا محمود. الله ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا اجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، واجعله الوارث منا واجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم منزل الكتاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. هكذا أيها الأحبة الكرام ما تيسر من خواتيم سورة البقرة وما تيسر من فواتح سورة آل عمران أضاء المكان بنور القرآن وتجلت علينا أنوار الحق. سعدنا بالقارئ العالمي وقارئ المحافل الدولية والعالمية ذو الأداء الراقي والمتميز صوتا وأدبا وخلقا وحكما.
قارئ اتحاد اذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد القزاز، جميعنا نشارك الكرام الاعلام في ارض مصنع الرجال والقادة والزعماء والابطال، ارض محافظة المنوفية، اعز الناس واعز الرجال. شارك آل حليب الكرام كذلك آل خلف في ليلة التكريم لأمنا الراحلة حرم الغائب الحاضر الوالد الكريم الحج السيد حليبة رحمة الله عليه. شارك أبناؤه الكرام سيادة المستشار مصطفى وأشقائه الأعلام. قول حليبة يا عم في ايه؟ حليبة كلها واحد، ما غلطتش في القرآن. شارك سيادة المستشار مصطفى حليبة وأشقائه الكرام. ما انا قلت حليبة بالباء يا جدعان في ايه؟ ماشي الله يفتح عليك. طب هات التسجيل واسمعها. بقول واشقائي اللهم لا حول ولا قوة. سيبونا الناس نعمل ليلتنا الله يبارك لكم. يا رب صل على حضرة النبي وآله وبلغ يا ربنا صلاتنا عليه في مقامه، واجعلنا يا ربنا ممن يزورون مقامه، واجعلنا يا ربنا ممن نراه في منامنا ونزوره في دنيانا ويشفع لنا يوم اللقيا يوم العرض واللقاء. شاكرا باسم سيادة المستشار مصطفى حليبة وأشقائه الكرام الأستاذ ضياء وكذلك الأستاذ محمد والأستاذ حامد، كما نشارك باسم آل خلف الكرام باسم الوالد الكريم حج صلاح وكذلك الحج حسن وكذلك فضيلة الشيخ مهدي خلف. اشكر لحضراتكم ولعمد ومشايخ البلدان الذين توافدوا لهذا المقام، رجال القضاء منصة القضاء بجمهورية مصر العربية ونقابة محامين جمهورية مصر العربية، كذلك نقابة الاطباء والصيادلة، السادة نواب الشعب ونواب الشيوخ، عمد ومشايخ البلدان، رجال الازهر الشريف، رجال الاوقاف، رجال التربية والتعليم، كذلك رجال وزارة الدفاع المصرية ورجال وزارة الداخلية. شاكرا لكل شخصية وفدت لهذا المقام هنا داخل كبرى سرادقات المنطقة لمخازن الحج محمد شوقي العاصي رحمة الله عليه وبارك الله في ذريتك استاذ محمد شوقي واشقائه. ايها الاحبة الكرام، اشكر الى القناة الوثائقية العملاقة لكبرى حفلات مصر ابن هذا البلد الطيب اهله المهندس تامر عباس. شاكرا اليكم ايها الكرام، شكر الله مسعاكم جميعا. دقائق ويتصل المدد مع الله. التلاوة القادمة لعلم اتحاد اذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية.